يلا يا استاذ احمد اديك صورة براحتك وتعالى انا هوديك البيوت كامل، البيت من اول ولاخر. انا رحت في الاول كشفنا عند الدكتور جمال الغزالي، ولا رضيش يحولنا الدكتور جمال الغزالي. قال لي طب ايه يا دكتور عندي ايه؟ قال لي عندي حمى في المصري. في المصران. حمى في المصران، حمى تيفود. وقال لا تاخذ العلاج وان شاء الله هتبقى كويسه. فبعد كده ما بقيش كويسه، رجعت تاني يوم كشفت عند الدكتور فوق مع راس مصر والسودان. حاليا شغال في المستشفى الدكتور ده، بس مش عارف اسمه ايه. حجزنا في المستشفى، ابتدينا من يوم دخلنا المستشفى يوم الاثنين بالليل، طلعنا اول امبارح من المستشفى. قالت تحسنت الحمد لله، وبرضه قاعده نايمه في البيت. وسلام الكيلو وسلام في نفس الوقت كان معانا كشف حجزناه يوم الاثنين برضه في مستشفى الحمويات، نفس الحاله هي وطلع يمكن معانا او قبلنا بيوم من مستشفى الحمويات. انا حاليا عندي في المستشفى 10 عبد الله عثمان واسماعيل عثمان بنت عبد الرحيم عبد الحميد، هذا كله اللي في العربية، وام علي نصر الدين، علي عبد الجابر محمد، وبنت اسماعيل عبد الجابر. يعني هعد لك ايه ولا ايه؟ غير عندي في البيت فيه مرضى. كم واحد مريض عندك في البيت؟ والله العظيم بيتي ما قاعد فيه واحد، والراجل ده يعرف كان معايا في المستشفى. وانت معاه صح ولا لا؟ صح. انا مش عم اقول لك وبس. عايزين تحليل للميه، عايزين تحليل للجو ده. ما عندناش ميه يا سيدي. ما عندنا، ما فين؟ الميه افتح لك يا راجل فتح الحنفيه طلعت فراخ، واقسم لك بالله طلعت فراخ. والله في واحد فتح. انا مش عم بحكي لك وبس. الثلاجه بتاعت الميه هنا بحريكها حفظت بتاعت عيال صغيره. شفت ازاي؟ والله فين الصحه؟ فين البلد؟ احنا في اخر ناس، ما حدش مدور فينا خالص. ما حدش مدور علينا في اي شيء، لا فطور كده خالص ولا في اي حاجه. لا احنا فين حقوق الانسان يا اخي؟ مش جاي فين احنا منها؟ انسانه مش وصلانه في اي حاجه. ما احناش بني ادمين، ما احناش من انسانين. انت تعال عندي بحر وانا اوريك كذا والله النهارده بشايل عربيه زي ده وديتها للحمويات. جايين من عند الدكتور. بص التحليل، هات اوريك قرب عليهم وخليهم يتكلموا. هات على في العربيه قدام. جاي منين انت؟ جاي من الدكتور. عند الدكتور عند الدماغ. افتح له بص هذا الرشد. استنى بس، جرعه راسك، جرعه راسك. ماشي خليه يصور دول. تاريخ بس.